السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قوات شعبنا المسلح نصرا مؤزرة. نسأله جلت قدرته أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يرد الخائبين وأن يحفظ الدولة السودانية والشعب السوداني والجيش السوداني، إنه نعم المجيب. الميديا في هذه الأيام ما في شغل فيها إلا وانتقادات الأحزاب لضرب الجيش لمنطقة الزرق ومنطقة البلبل. يعني كل الأحزاب الآن بتنتقد الجيش في ضربه لبلبل وللزرق، علما بأنه الجيش ما ضرب المواطنين، ضرب القوة الصلبة لميليشيا الرباط الحرامية الدقلو. ولذلك نحن بنبارك هذه الخطوات ونقول للجيش قدامه نحن وراك كشعب سوداني. أما هؤلاء الأحزاب ما تهتم لهم، لأنهم ضربت التكينة فما رأينا من يستنكر ذلك، علما بأنه التكينة ما كان فيها وحدة عسكرية واحدة، لا شرطة ولا جيش ولا حرس صيد ولا سجون. كل القوات العسكرية السودانية ما موجودة داخل التكينة لما ضربت التكينة. كذلك ضربت ود بصالح، وكذلك ضربت ود النورة، بل أبيدت إبادة جماعية والأحزاب صامتة لا تتحدث. وضربت منطقة غرب الخزان، مناطق الجموعية، وأهلك الجموعية ضربوا بالمئات وبالآلاف، والأحزاب في صمت. ده إن دل إنما يدل على إنه الأحزاب نفسها جنجويت. لو كانوا أصلا هو بهمهم أمر المواطن كان يتكلموا عن المواطنين ديل. أخرج الناس من ديارهم في الخرطوم في مدني وسكنوها الجنجويد، ودافعت عنهم الأحزاب. منها مريم الصادق قالت الناس ديل الجيش بيضربهم بالطيران، عشان كده من حقهم إنه يخشوا بيوت الناس. قلنا ده كلام بسيط ويمكن نلقى لها عذر. أما النور حمد الخايس الصوت زي صوت أمه ده قال ما هم دخلوها بالقوة يطلعوا منها ساكت كده، لا طلعوا منها هسه الآن حمرة عين قنقر كي، وبنطلعوا من بيوتهم ذات. الواحد من بيته يطلع ويمشي دولته الأصلية، يمشي تشاد، يمشي النيجر، يمشي الكاميرون. الناس ما سودانيين يا النور حمد، يطلعوا من جوا عينك يا وسخ يا باطل يا خايس. فنحن كشعب سوداني بنقول للسيد رئيس مجلس السيادة ورئيس الدولة السودانية سيد المشير عبد الفتاح البرهان، نقول له يجب حل الأحزاب الآن. يجب أن يحل الأحزاب السياسية ابتداء من اليوم، وأن يجرم كل من يدعو للحزبية في الفترة الحالية بعقوبة ما بين السجن المؤبد أو الإعدام شنقا حتى الموت. أي زول يدعو للحزبية يكون ما عنده غير العقوبتين، والله سجن لا من يموت والله كمان شنقا حتى الموت، لأنه الناس مفسدين في الأرض، وما جزاء المفسد في الأرض إلا أن يقتل أو ينفى من الأرض. فالناس دي نحن نطالب الحكومة بأنه تلغي الأحزاب في الفترة الحالية، ثم إذا انتهت الحرب يسمح بتكوين أحزاب شريطة أن لا يكون من بينهم حزبا من الأحزاب المعروفة ولا قائدا من قواد الأحزاب السابقة، يكون حزبين بس، وما يكون فوق نزول قايد حزب معروف ولا اسم حزب معروف. حزبين ويكون ناس جداد، حزب يكون في الحكومة والآخر في المعارضة. دي وجهة رأيي أنا، وأفتكر إنه الشعب السوداني كله يتفق معي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قوات شعبنا المسلح نصرا مؤزرة، وأن يهلك أهل دقلو ومسانديهم، وأن يريح الشعب السوداني والدولة السودانية من هذا العبث ومن هذه الحرب العبثية التي قامت بها ميليشيا الصعاليق الرباط الحرامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.